في وباء حقيقي 70% من الناس بتعاني منه. وباء ملوش لقاح ولا كمامة ولا علاج. الوباء دوت بيكون جوه النفس، بيقتل النفس من جوه من غير ما انت حاسس. الوباء ده اسمه الوحدة. انت ممكن تكون وسط ناسك، وسط اهلك، وسط اخواتك، وسط حبيبتك، بس حاسس بالوحدة. حاسس اللي هما مش شايفينك، حاسس اللي هما مش مهتمين بيك اساسا. ده بيسموه الوباء الصامت. منظمة الصحة العالمية أقرت إن الفراغ بيأثر على الصحة الجسدية والعقلية بنسبة كبيرة جدا زي التدخين والسمنة بالظبط. والدكتورة جوليان هولت، أستاذة علم النفس وأستاذة علم الأعصاب في جامعة برغهام يونغ، قالت إيه؟ إن الوحدة لها تأثير على الجسم بمثابة 15 سجارة، وبتزود نسبة الوفاة المبكرة بنسبة 50%. فالمشكلة هنا انك مش لوحدك، المشكلة الاساسية انك بتحس انك لوحدك. البروفيسور جون كاسيوجو طلع قال من جامعة شيكاغو ان الوحدة مش مجرد شعور، لا هي بتأثر في الجسم، حاجة بتتسجل في الجسم، وجهاز المناعة برضو بتأثر بيها. موضوع كبير جدا لدرجة بريطانيا عينت وزيرة لشؤون الوحدة، وطلعت وصفت بأن الوحدة ديت، مرض الوحدة ده تهديد وطني بيهدد الصحة العامة كلها. مش فيك، المشكلة بإن العالم بقى خلاص بقى سريع التطور وسريع جدا، وحتى العلاقات بتاعت الناس أصبحت سطحية. يعني أنت تكون قاعد في وسط أهلك ووسط أصحابك ومفيش حد بيسألك أنت عامل إيه. طبيعي يعني كتير قوي تكون قاعد بالساعات مفيش حد مهتم بيك ولا عارف أنت بتفكر إزاي ولا دماغك فيها إيه، فبتحس إن أنت مدفون. الحل هنا اول حاجة انك تعترف بالمشكلة، اعترف بالشعور، ما تنكرش الشعور. قول انا عندي وحدة، انا حاسس بالوحدة. اول خطوة للعلاج النفسي هي الوعي، انك تكون واعي انك عندك مشكلة، ودي قوة مش ضعف. انك تقرر انك عندك مشكلة وضعف، دي في حد ذاتها قوة مش ضعف. انك مش ما بتهربش من المشكلة اللي انت حاسس بيها. تاني حاجة معانا هنا، اكسر الصمت اللي جواك. ازاي؟ انك كل يوم تبعت رسالة بسيطة لأي حد من أصدقائك اللي انت عارفهم، حتى لو كلمة صباح الخير هتفرق معاك جدا. يعني مجرد بداية، انت مش لازم تبني علاقة كاملة. يعني حتى الدكتور جون كاسيوبو قال ايه؟ ان العلاقات بتبتدي بخطوة صغيرة، ما تستهونش بيها. تالت حاجة، شارك في مكان فيه ناس شبهك. زي ايه يعني؟ نادي، تطوع، جروب مهتم بحاجة انت بتحبها، رياضة، سباحة، قراءة، فن، اي حاجة انت بتحبها. ففكرة انك تشارك ناس اهتماماتهم من اهتماماتك، ده بيفك العزلة اللي انت فيها بالتدريج. حاجة معايا هنا واهم حاجة، السوشيال ميديا. قلل السوشيال ميديا وزود علاقاتك الحقيقية. الابحاث اثبتت ان استخدام السوشيال ميديا الزائد بيزود الوحدة بدرجة رهيبة. ليه؟ السوشيال ميديا بتخليك تشوف العلاقات اللي مش عندك وتسيب العلاقات اللي عندك. فقلل، قلل السوشيال ميديا. معنى انك تبني روتين بسيط فيه ناس. يعني مثلا تروح تقعد في كافيه، تتمشى في شارع فيه ناس. وجود البشر حواليك عموما بيقلل عزلة الدماغ اللي انت حاسس بيها. سادس حاجة معانا هنا وهي مهمة جدا جدا جدا، سادس خطوة دي، انك تكتب المشاعر اللي بتحس بيها في دفتر. اكتبها عموما بمثابة الطبيب الشخصي، انك بتراقب حالتك من بعيد. اكتبها بتخليك تطلع الاحاسيس اللي انت مش عارف تحكيها، بتطلع الافكار اللي انت مش عارف تقولها. انك مش لوحدك اللي بتحس بالشعور دوت، لا، اعرف ان الشعور دوت في ملايين غيرك حاسين بيه. فمشكلتك مش خاصة، لا، مشكلتك عامة. فانت تبقى مميز لو قررت انك تطلع من الشعور دوت وتتغير. هتفرق معاك كتير جدا. قرر، لا انا مش هبقى كده، انا هعمل اي حاجة عشان اطلع نفسي من الشكل والحياة اللي انا عايشها دي. خلينا نختم الحلقة باخر حاجة عايز اقولها. انا عارف ان الوحدة صعب قوي، بس ربك عمره ما بينسى حد. لو الدنيا كلها مشغولة عنك ومفيش حد بيسأل، ربك حاسس بيك. وربك سبحانه وتعالى بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
ربك سامع اللي انت مش قادر تقوله، ربك حاسس بالوجع اللي انت مش عارف ايه حله ولا هيفضل لحد امتى. ربك عالم بده كله. مفيش احسن من سجدة تسجدها بالليل وتقول له يا رب انا محتاجك، انا تعبان. مفيش احسن من كده. صدقني، الوحدة اللي انت حاسس بيها والله والله هتختفي لو رجعت اللي ما بينساش. ارجع لربك، كل ده هيختفي. لو مفيش حد حاسس، ربك حاسس. لو مفيش حد شايف، ربك شايف. بس اللي عليك خد خطوة انك ما تسيبش نفسك للوحدة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ارجع لربك، سبح ربك، صلي له، شوف انت مقصر في ايه في يومك واعمله. كل ده هيختفي. وصلنا لنهاية الحلقة، وما تنسانيش بقى كالعادة لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.